السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار؟ عاملين ايه؟ معادنا النهاردة مع فيديو مشتريات الشهر. هقول لكم كده على الأسعار علشان نستفاد كده مع بعض في الأسعار. أنا هحاول إن أنا أقسم بند بند أو هطلع الشنطة يعني كده وأوريكم اللي جواها. أول حاجة كده بند الفطار، فجبت كرتونة. ثواني أرجع الحاجات دي كده لورا عشان أوريكم أنا جبت ايه. بصوا جبت كرتونة ونص بيض، ادي الكرتونة اهي، وادي النص. سعرها احنا استعملنا منها 3 بيضات. سعرها اللهم صل على النبي، كانت الكرتونة عاملة 175، لا 155، و... والاتنين مع بعض كانوا عاملين 130، يعني مش الاتنين، يعني كرتونة ونص 130. جبت علبتين جبنة عبورلاند، واحدة اللي هي العبورلاند العادية اللي هي عادي دي، والتانية دي بالشطة اللي هي بتكون سبايسي. الواحدة فيهم عاملة 20، يعني الاتنين عاملين 40 جنيه. مش هبص، هو في حاجات اسعارها زادت وفي حاجات اسعارها يعني لسه زي ما هي. جبت 30 جبنة. احنا استخدنا منها يعني استخدمنا منها. دول ب30 جنيه. بصراحة الكيلو مش عارفة بكام، بس انا جبت ب30 يعني. جبت ثواني عشان صلاة العصر. احنا قلنا الجبنة والبيض ايوه الجبنة والبيض بس. جبت هنا كمان 3 علب فول، العلبة عاملة 15، تمام، فانا جبت 3 اللي هي هارفست، تمام. جبت علبة ميكستيلا كانت عاملة 130، 130. وجبت البوادي مربى التين، دي عاملة 65. مش عارفة وزن بتاعها كام، ثواني اشوفهولكوا. ثواني كام. بصوا انا بصراحة عيني يعني مش جايبة الوزن الصافي بتاعها كام. بصراحة يعني بصراحة مش عارفة، مش شايفة، بس باين. مش مهم، ان هي دي عاملة 65. كان في اللي هي اسمها ايه دي، اللهم صل على النبي، فيتروك كانت عاملة 40، بس كانت اصغر من دي. جبت حلاوة طحنية دي جبت منها لاما دي. جبت منها الاتنين دي لامي، حاجة زي كده. جبت الاتنين، هو الواحد 200 جرام. كانت عاملة الواحد عامل 25، فجبت الاتنين دول. بس بصراحة يعني طعمها جميل، طعمها حلو. يعني انا ساعات بجيب دي وساعات بجيب السايبة، بس دي طبعا احلى من السايبة يعني، فبجيب دي ساعات. جبت ب30 عسل اسود. العسل الاسود الكيلو منه عامل 40، فانا جبت ب30. وهنا الشنطة التانية. بس هطلع حاجة حاجة معاكم. ده اسم العطارة اللي انا بجيب منها، ماشي، اسمها عطارة الشيخ عبده. هنا جبت كده ايه، 3 تونة ماريو، 3 تونة ماريو، التلاتة الواحدة عاملة 30، التلاتة ب90. وده بصراحة يعني انا مجبتوش، ده كان عندي من الشهر اللي فات.
ودي برضو سميد بسبوسة كان عندي، فما جبتش، هجيب بس لسه يعني مش هجيب، نسيت ان انا اجيب يعني من ضمن المشتريات. محتاجة نص كيلو كمان عشان يفضل معايا، انا دول اللي متبقيين معايا. ساعتها لما جبناه كان الكيلو كان عامل 25، بس لا جوزي هو اللي كان جايبه مش انا. وده كيس مكرونه سباجيتي لمتنا فتحناه كده عملنا منه كشري وده المتبقي منه. هو ده انا كان عندي من الشهر اللي فات بصراحه، ما جبتش، مش من الشهر اللي فات، الشهر اللي قبل اللي فات، عشان الشهر اللي فات كنت عند ماما وما جبتش مشتريات في البيت خالص. وودي كمان واحده دي اللي انا اشتريتها الشهر ده، كانت عامله 11 ونص، 11 ونص. بص هو المكرونات هتلاقوني مش فاكره اسعارها جوا عشان انا منوعه من المكرونات، مش منوعه على الاشكال، يعني منوعه الشركات، يعني جايبه لمتنا وجايبه المطبخ وجايبه نوع تاني كده مش عارفه ايه، هوريهولكوا دلوقتي معايا. المهم ان انا كده دول 2 سباكيتي. لمتنا طبعا كله كان عامل 11 ونص، ايوه 11 ونص. جبت كمان اللي هو واحد سباكيتي اهو، وده كان مفتوح عندي ده اللي هو هلالية، كان مفتوح عندي ده نص كيس يعني او ربع كيس، كان مفتوح عندي من الشهر اللي فات. بصوا هو باين كده مش كل المكرونات مش في الكيس ده، في مكرونات في الكيس التاني. المهم ان انا جبت كده بنص شعرية، ده باين ب11 ونص باين. بص هو باين ده ب10، ايوه لا ب10، عشان انا قلت له عايزه ب10 شعريه ب10 لسان عصفور، فجبت ب10 شعريه. وجبت 2 كيلو رز، مش 2 كيلو دول اللي موجودين في الكيس يعني، انا جبت 3 كيلو رز. هوريكم الكيس التاني ان شاء الله في الشنطه اللي بعد دي. جبت الكيلو كان عامل 30، بس رز بصوا حلوه يعني، الرزاية واحدة انت عارفين طبعا انا بجيبه معاكم كل شهر يعني. جبت 3 كيلو، ال3 كيلو كان الكيلو عامل اللهم صل على النبي، كان الكيلو عامل 30. جبت اهو مكرونة كمان المطبخ اهو، ده مرمرية جبت منه 2، ده عامل برضو 11 ونص. في الكيس التاني اهو، الكيس التاني هبوريكم النوع التاني. ده كيس سكر، ده برضو كان عامل 32 كيس السكر ده. بصوا ده اتفتح مني، فحطيناه في كيس يعني من عند الراجل يعني اللي انا جبت منه، فحطهولي في كيس كده عشان ما يتكبش مني. هو التقوى ده. جبت 2 كيلو، بس الرز طبعا انتوا عارفين رز ابيض نظيف تحفه يعني، بخليه للحلويات والحاجات دي يعني. فجبت هنا كده، انا جبت 2 كيلو سكر الشهر ده، وانا طبعا انتوا عارفين 2 كيلو بتوع التومين، وكمان انا ليا اللهم صل على النبي جزازتين تموين، فبالنسبه لي 4 كيلو سكر في الشهر حلوين تمام عليا. بس ده اول شنطه كده. لا اهو في كيس خميره اهو، كيس الخميره كان عامل 3 جنيه. معلش، انا انا معايا خميره تاني، ثواني هوريها لكم. يعني انا عندي بصوا، دي الحاجات اللي كانت عندي يعني، دي الحاجات اللي موجودة عندي من الأول يعني، قلت كده أوريها لكم. عندي بواقي من اللبن البودرة حبة قليلين، وده كاكاو خام. بصوا عندي خميرة كتير، بصوا 1 2 3 4 5 أكياس، وأكترهم حلو الشام ده. وده كده السادت، يبقى كده 6 أكياس خميرة عندي في البيت اهو. واديك الصلصة، وانا اشتريت صلصة برضو، بس دي الحاجات يعني ايه اللي عندي من الشهر اللي فات، قلت كده اوريها لكم. هحوش الحاجات دي عشان احط الحاجات التانية عشان نعرف نصور. وهنا كمان الشنطة بتاعتنا التالتة دي، كده تالت شنطة معانا اهو، نشوف بقى فيها ايه. هنا جبت اللهم صل على النبي، بص كل البقوليات انا جبت منها بكام، ب40 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 تمام. هو انا عندي
عندي ام عين سودا دي، بس كده كده مش هتخسر وهخليها لرمضان. تمام. فانا جبت ب40. اوعى يا ايوب، اوعى يا ايوب. وجبت برضه اسمها ايه دي، فاصوليا ب40 برضو. جبت كمان هنا ايه، وهنا جبت ده نص عدس. كان عامل برضو 40. ايوه 40. وهنا جبت اهو مرمرية التاني اهو. بص، مش قلتلكوا 2 مرمرية؟ ده الكيس التاني. وده انا قلتلكوا طبعا ان ده كان عامل اللهم صل على النبي، كان عامل 11 ونص. وهنا دي ايه، بساطة. تمام، بساطة حلوة برضو. جبت منها الهلالية عشان مكانش فيه من ده ولا من ده. فانتوا عارفين طبعا الشهر وكده، الناس كتير بتشتري في اول الشهر مخازنها وكده، فبتكون ايه حاجات عنده مش كاملة، مش موجود منها كتير يعني. فده ايه، جبت منها كده بساطة. ده كان عامل 10. وده كده هنا 3 كيلو دقيق. ثواني اوريهم لكم. وجبت هنا 3 كيلو. الكيلو كان عامل 18. استنى، ده ايوه ده دقيق رز. الدقيق رز ده جبت منه، دول عاملين 7 جنيه. تمام، جبت ب7 يعني. بصراحة الكيلو كان جاي ب25 باين، مش عارفة الكيلو باين كان عامل 25. المهم ان انا جبت 3 كيلو من السايب. الكيلو كان عامل 18. عملوا كام، 18 و18 يعني، مش عارفة هيبقوا كام. واحسبوهم وقولولي. وجبت هنا كمان ب10 لسان عصفور. وانا قلت لكم برضو ان انا جبت ب10 شعرية وب10 لسان عصفور سايب. هلم بردك الحاجات ونشوف الشنطة اللي بعديها. ودي الشنطة التالتة. هنشوف، لسه قاعد معانا شنطة كمان. هنشوف الشنطة دي فيها ايه ونشوف. السمنة بصراحة ما سألتش الكيلو بكام، بس انا جبت ب50. بصراحة انا استعملت منها، وده اللي متبقي. استعملت منها حاجة بسيطة يعني. وده ب5 نشا. هما دول كانوا باكون شاي، بس انا فتحت واحد، وده التاني. الواحد كان عامل 10. تمام. استنوا. جبت كده 3 اكياس صلصة اهم. الواحد كان عامل 3 ونص، فجبت ال3 دول. جبت ب10 لبن بودرة. ايوه ب10 لبن بودرة، وب10 كاكاو خام. بس بصوا، حبة قليلة خالص، مش عارفة سخطوهم خالص. انتوا على فكرة الكيس تحسوا انه فيه حاجات، بس هو مفهوش. هو حبة قليلين زي ما انتوا شايفين كده. الكيس من دول ب10 جنيه. اللي ممكن لبن بودرة فيه اكتر من الكاكاو الخام. هما دول كانوا برضو 4 فانيليا. هما ال4 فانيليا وال2 بيكنج باودر كانوا ب10. تمام. بس انا استعملت 2 من الفانيليا، فدول كانوا مع بعض كده ب4 فانيليا ب10 جنيه. وهنا جبت ب10 بقسماط مطحون. ده بقسماط مطحون، فجبت منه ب10. وجبت، لا ده فيجيتار. ده فيجيتار ب10 اهو. وده بقسماط مطحون برضو ب10. وهنا جبت ب20 حمص الشام. طبعا انتوا عارفين طبعا ايه الشتاء وحمص الشام. كوباية حمص الشام في الشتاء اللي احنا فيها دي تحفة تحفة تحفة. فانا جبت ب20 حمص الشام. وده فلفل اسود، على كزبرة، على كمون، ب5 وب5 يعني دول ب15. شوية التوابل دول ب15 جنيه. ودول ال7 بهارات. دول ال7 بهارات ب5 جنيه. وده مغات. جوزي بيحبه، فبيحب يشربه ويجيبه منه. انا مش انا اللي جايباه على فكرة، هو اللي جايبه. والكمية دي ب20 جنيه. انا لو هجيب منه هجيب ب10 جنيه بالكتير خالص. ده يوم ما بقى عملت له فرح. واصلا انا عندي مغات. تمام.
بس هو مكانش يعرف عشان انا ما بحبوش فما بعملوش كتير، فمفكر ان هو خلص، فراح جاب لي ده من غير ما يسألني. جبت ب10 مرقة دجاج. حاضر ثواني. وجبت ب20 ذرة فشار، لزوم التسالي والسهر بالليل يعني كده فيلم الكلام ده. الفشار وحمص الشام لزوم ايه كده التسالي طبعا. وزي ما قلت لكم يعني ان انا عندي ايه واحد كاستر اهو، يعني الحاجات دي هتظبط الدنيا. يعني ممكن برضك نعمل كيكه كده في النص او اي حاجه، فبالنسبه لي كده تمام. هلم الحاجات دي عشان اجيب الحاجات التانية. استني يا منى، يا منى استني. بصوا بقى، انا جبت المنظفات دي واللي حصل كالتالي. وانا ماشيه في الشارع الشنطه اتقطعت ونص الحاجات اتكبت مني. لا يا منى هيكرف، هيشم ريحه، استني. فديتي كده منظفات بتاعت الشعر ان شاء الله. انا طلعت لكم الحاجات من بره الكيس عشان ما كنتش عارفه اتعامل. بصراحه الستاند بتاعي اتكسر يعني محتاج يتصلح وكده عشان اعرف اصور بيه. المهم ده كيلو كلور، والكلور هو اللي اتكب. كان عامل اللهم صل على النبي 10، وده ب5 عجينة، ودول ب10. النصين ده نص كلوريكس الوان ونص برسيل جل، وده نص اوكسي من ابو 25 35، ده ب35. وجبت كيلو اريال سايب على نصين اهو، الكيلو عامل 20. وجبت كولوريكس ده بصراحة مش عارفة عامل كام، عامل 5. ايوه عامل 5. وجبت الاتنين الاسبونشا دول الاتنين ب15. بس بصوا حلوة كده، تحس ان هي حاجة نظيفة. يعني شفتها كذا مرة يعني في روتينات يعني الناس جايبينها وكده، فلما لقيتها قلت اجيب منها، معلش على زيت العيال. فدول ايه ب15. وجبت وفير من ده، ده عامل 80 جنيه. ده وفير 4 كيلو. انا اللي جابليها يعني من 3 شهور. من 3 شهور جبت فيبا، وفيبا يعني قاعد لحد هنا لسه، يعني متبقي لحد هنا لسه، بسم الله ما شاء الله يعني في بركة. وده كان ب90. مش عارفة بقى هيكون في فرق ما بين ده وما بين ده ولا ايه. بس وفي فيبا يعني قاعد معايا كده كويس. هجرب التاني ده ان شاء الله بعد ما ده يخلص، وهقول لكم ايه رأيي فيه. هقول لكم رأيي ده يعني ده بيوفر زي ده ولا لا. ده داخل معايا في 4 شهور اهو، وكويس معايا يعني مجدي. وزي ما قلت لكم قاعد جد كده. غير الجزازه كمان انا ماليه الجزازه اللي انا بكب منها على طول. ودي كانت المنظفات بتاعت الشهر. كمان انا عندي نص اريال، وعندي ديتول. فما جبتش ديتول، عندي ديتول وعندي نص اريال من ده. ان شاء الله الحاجات دي كده هتكفيني الشهر كله وتكفي معايا الشهر ان شاء الله. حاجه هتكون التموين ومعاها حاجه تاني يعني اكيدكم. بصوا بقى، هنا جبت كيلو دقيق من ده والتقوى، وده انا هشيله رمضان. زي ما قلت لكم انا جايبه دقيق تاني، يعني ال3 كيلو اللي انا لسه موريهم لكم وكيلو الدقيق ده كده دول 4 كيلو تمام. وفي كمان كيلو بتاع التموين اهو. ده جايبه بالتموين، يعني ده من النقط اللي كانت لنا عند التموين. فممكن ده وده ان شاء الله احيانا ربنا اشيلهم من رمضان. ده كان عامل 27. فانا جبت ده عشان انتوا عارفين طبعا رمضان ان شاء الله احيانا ربنا يعني كده هنعمل فيه حاجة العيد اللي هو البتيفور، البسكويت،
الكحك، الحاجات الحلوة دي بتاعت العيد. وطبعا انتوا عارفين التومين، جزازتين زيت اهو. وبرضك من النقط المتبقية جبت واحد شاي كمان مع الاتنين اللي انا كنت جايباهم، واحد كنت فاتحاه والتاني لسه مفتحتوش. بعد كده 3 في الشهر حلوين يعني. ودول 2 كيلو كده، الاتنين سكر، فيهم واحد مفتوح مش عارفه. ودول 2 كيلو سكر. وكل مرة في الشهر بنسى اوريكم الجبنة عشان بكون حطاها في الفريزر عشان ما تبص، سواء انا اجيبها لكم. كل شهر انتوا عارفين كنا بنجيبها ب25. الشهر ده غليت 5 جنيهات. يعني الشهر ده جايبها ب130. بص انا فاتحاها استعملت منها. بصوا انا طبعا بجيب اللي هي اسمها ايه دي، الحمد. فانا فاتحاها واخده منها شويه قليلين جدا. ف دي اهي، ده ب130. ودي كانت كل المشتريات بتاعه الشهر. يا رب تكونوا استفدتوا حتى لو بحاجه بسيطه من الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. ولو اخدتوا بالكم انا غيرت اللبس بتاعي عشان اللبس بتاعي اتغرب مني ميه، اتبهدل يعني وكده. فغيرت لبس وقلت ارجع اكمل معاكم الفيديو. زي ما قلت لكم يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا. لو استفدتوا بالاسعار يا ريت ما تنسوش اللايك وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس الحلو كده عشان يوصلكم كل جديد مني. وتكتبوا لي كومنت حلو، اهم حاجه ان نصلوا على النبي في الكومنتات. باي.